في ذكرى ارتباطنا صاحبتي فاجأتني وقالت لي بمنتهى البرود انها عايزه تخلف بيبي من حبيبها الاولاني اللي حالته الصحيه متاخره جدا، وطبعا قامت بينا خناقه للسما. الدكتور قال ان صحته في النازل ولو ما خلفتش منه دلوقتي يبقى خلاص القطر فات، وهي بكل ثبات انفعالي بتقول احنا هنعمل تلقيح صناعي بس، وانا وعدتك مش هنام معاه بس انا بساعده في ازمته. ايه المشكله بتاعتك بقى بالظبط؟ كنت ضاغط على خاتم الخطوبه اللي في ايدي بكل قوه وقلبي وجعني لدرجه اني ما كنتش حاسس باي حاجه خالص، ما كنتش قادر افهم دماغها فيها ايه. ازاي بتقول كلام زي ده وكانها بتحكي نكته؟ يا نيم بينج احنا بقالنا 7 سنين مع بعض وهنتجوز خلاص، معقوله ما فكرتش في مشاعري ولا احاسيسي ولا اي حاجه؟ ولو عملت كده هبص في وش الناس ازاي؟ بلعت الاهانه وحاولت امسك نفسي عشان احافظ على اخر حته كرامه، بس صوابعي اللي بيضت من كتر الضغط فضحت الوجع اللي في قلبي. لكن هي قامت متنرفزه وشاورت في وشي وزعقت وقالت انت مش همك غير كرامتك ورجولتك، يالا عمرك ما فكرت فيا. وراحت قلبه ترابيزه العشاء والاستيك اللي كان عليها طار واتشقلط في كل حته. فجاه الموبايل رن على الترابيزه، بصيت لقيت الاسم مكتوب جوزي. هي شافت الاسم وتوترت جدا وراحت خبطه الموبايل وعملته صامت. كنت مستني اي تفسير حتى لو كدبه، بس هي رقعت الباب وخرجت وقالت مش راجعه تاني النهارده. مشيت وسابتني لوحدي، وده خلاني افتكر من ايام الكليه لحد ما عمعت الدنيا اكتر حاجه ان النينج سابتها هي صوره ظهرها وهي ماشيه وسايباني. في الكليه هي كانت ملكه جمال الجامعه، البنت اللي مفيش حد بيجرؤ يقرب منها، ما كانتش بتعبرني حتى بنظره، بس بضربه حظ بنينج اعترفت ليا بحبها وبقينا مع بعض زي العصافير. كنت عارف ان الموضوع غريب بس ذاكرت وتعبت وعصرت على نفسي عشان اطور من نفسي واكون مناسب ليها، بس كنت بحبها بتواضع وبحذر وبدلعها في كل حاجه بس عشان اسمع منها كلمه حلوه. وكنت فاكر ان قلبها حن بس طلعت بارده وقبله زي ما هي. بصيت للترابيزه اللي مليانه اكل وقلبي كان تقيل ومهموم. خرجت من البلكونه ولعت سجاره، لقيت بالصدفه ان هي لسه ما مشيتش، كانت واقفه عند بلكونه الفيلا مستنيه تاكسي، وسمعتها بتقول في التليفون خليك جوي يالا انا جايه لك المستشفى حالا، مش مهم شونيان موافق ولا لا، وده جسمي وانا حره فيه وهو ملوش دعوه. هو فاكر نفسه مين اصلا؟ ركبت العربيه وجريت وكان باين على وشها منتهى القلق. ساعتها سالت نفسي هو فاكر انا نفسي مين فعلا؟ سنين من الاهانه والمشاعر المكبوته فرقعت في صدري وانا ببص لوش المجهد في المرايه. شغلي نجح وبقيت في العلالي، بس حياتي العاطفيه كانت زي اللي تايه في وسط الضباب متشقلط مش عارف يخرج منه. كل اللي كنت عاوزه جوازه طبيعيه عاديه وواحده تحبني وتهتم بيا وتعمل لي بطاطس مقليه بالليل، بس نينج مش فارق معاها خالص، كل تفكيرها في الهوا بتاعها لدرجه ان عايزه تجيب منه عيل. ضحكت بمراره وكنت مخنوق وقلت لو هي قادره تعمل كده انا كمان اقدر. طلعت موبايلي وجبت ايميل قديم من نوتس عندي، كتبت رساله هو كلامك زمان شغال ولو وصلنا 28 واحنا لسه سنجل هل ينفع نتجوز؟ عندك شجاعه ترجعي البلد؟ ووقفت مذهول من نفسي وضحكت على اللي عملته. انا بقالي 10 سنين ما كلمتش البت ديت، ايه الجنان اللي انا بعمله ده؟ بطلب منها الجواز مره واحده كده، اكيد نسيت شكلي اصلا. بس في ثانيه الموبايل نور برصيد ايميل فيه كلمه واحده انا اقدر. اول ما شفت الرد زوري وجعني وافتكرت كل حاجه. لين مويو لسه زي ما هي قويه وحاسمه جدا، كنا اصحاب من صغرنا وبننقر في بعض طول الوقت وكنا بنحب بعض واحنا صغيرين، بس بعد خناقه عيلتها هجرت. ما كنتش متخيل ان هي لسه فاكره الوعد اصلا. بعدها جالي تليفون دولي قطع تفكيري. يا ابن المحظوظه، قالت لي يان انا راجعه كمان شهر نتقابل في السجل المدني، اوعى ترجع في كلامك. في اللحظه دي حسيت انها كانت مستنيه اللحظه دي من زمان. سالتني عايز ايه؟ قلت لها عايز خاتم الماظ وعربيه وشبكه وحفله وخطوبه. رصيت حاجات كتير عشان كنت محضر كل ده لنينج، بقالنا 7 سنين سوا، بس هي كانت متكبره وكل ما افتح الموضوع تقول لي بعدين. اتاري الوليه خاينه كانت عايزه تخوني مع صاحبها، فكل اللي حضرته ما كانش ليه لازمه. بس ليه مو رفضت وقالت لي انا مش عايزه كل ده، انا غلسه من صغري وعايزاك كلك ليا مش مجرد تمثيل. تقدر تعمل كده؟ قلت لها انا بتمرن من دلوقتي يا مراتي، وبما اننا هنتجوز يبقى ما كانش عندي اي نيه اعمل موضوع نص نص، كنت عايز اديها اللي هي تستحقه. ضحكت لما شفت طلب الصداقه منها وكاتبه في التعريف مراتك وصلت يالا. قلت لنفسي باينين روح هاتي عيل لغيري وانا هتجوز غيرك، كده عدل صح؟ فات اسبوع وهي ما رجعتش البيت ولا حاجه.
حتى اتصلت ولا مرة، وفي العادي كنت هقلق جدا واروح المستشفى اعمل خناقة، بس المرة ديت ما سألتش، لميت شنطتي بهدوء وكتبت بوست على السوشيال ميديا لو نفع نكمل، لو ما نفعش كل واحد لحاله. صحابي استغربوا جدا وسألوني مش انت كنت شاري الخاتم؟ ايه اللي حصل؟ مش هتتجوز وخلاص؟ ضحكت بوجع ضحكت بوجع. الخاتم ده انا اللي مصممه، وقعدت نص سنة في المزاد عشان اجيب 10 فصوص الماظ وردي حوالين الماظة كبيرة 5 قراط عشان اعبر لها عن حبي، بس وانا بحرق في نفسي كانت هي مشغولة بغير الخاينة. لو البنت دي قلبها مش بيحن مش عايز احبها. قلت خلاص، قلت لاصحابي على العشاء بمنتهى الصراحة انا هتجوز، بس العروسة مش نينج. الكل سكت بصدمة وضحكوا وقالوا انت بتموت في نينج يالا، مستحيل تبطل تحبها. ما كملتش لان عارف الحقيقة وهم يعرفوا قريب. رجعت البيت لقيت النور والع. نينجينج كانت رجعت تحت عينيها سواد ووشها تعبان. هي كانت بتهتم بشكلها قوي، بس المرة ديت كانت متبهدلة وريحتها كلها مطهرات، باين انها اتنفخت في المستشفى. اول ما شافتني ما اعتذرتش، بالعكس سألتني بلهجة هجومية كنت فين وما ردتش على تليفونك ليه. كالعادة لما بتحس بالذنب بتقلب الترابيزة عليا عشان انا اللي اعتذر، بس المرة دي بصيت لها بهدوء تام وخافت وحست ان في حاجة اتغيرت بس ما كانتش فاضية. قالت عمل عملية وتعبان، وقررت اقول لها ماشي بمنتهى البرود. استغربت ان VIP تنقل اوضة وافقت بسهولة كده، وهي كانت فاكرة ان هي تقعد تتحايل عليا. الاوضة ب30,000 وسألتني لو موافق. قلت لها اكيد ماليش حق اتدخل في فلوسها بما اننا مش متجوزين. هي كانت شغالة بمرتب بسيط بس مش عارف هتكفي كام يوم في VIP. فات اسبوع زي ما اتفقنا لقيتها بتتعامل هناك كأنها في بيتها. لينجاو كان قاعد يتفرج على التلفزيون، واول ما شافها قاعد يتمسكن ويتوجع. هي جريت عليه وبقت تاكله بالمعلقه في بقه. كنت هبقى قلقانه. الاوضه VIP وبتقول له لو ما كنتش جبت لك اوضه. عايشين اللحظه كانهم عرسان وانا واقف بتفرج ببرود لحد ما الدكتور جه وقال لي وسع من الباب لو مش تبعنا. ساعتها هي شافتني واتحرجت وقامت، بس انا كنت هادي جدا لدرجه انها استغربت. ولينجاو قاعد يتمسكن ويقول بطنه بتوجعه عشان تشيل عينيها من عليا. هو بص لي بتكبر وقال لي يا سياده المدير شكرا انك واخد بالك من نينج السنين دي وكمان حجزت لي الاوضه. كان بيتريق وعارف انها صاحبتي بس انا كنت ساكت. فضل يتفاخر ويقول انها كانت بتغسل له وتعمل له شوربه كل يوم ومستحمله كل ده عشانه. فجاه قعدت تعيط وتنهار، والجدع اللي اسمه لين ده قاعد يستفزني ويقول لي يا سياده المدير شو خطيبتك دي بجد ست اصيله ونيتها صافيه. طبعا لما سمعت كلامه المستفز ده ما قدرتش امسك نفسي وكبست على ايدي جامد من كتر الغيظ. كنت بقول له وهو بيعمل كده قدام الناس امال ورايا في السر بيعملوا ايه؟ حسيت بجد اني متغفل ومضحوك عليا لاخر درجه. وش نيمبينج جاب الوان واتخطفت وراحت بسرعه تحاول تبرر وتقول لي يا حبيبي ده لين بيهزر ما تاخدش على كلامه وتصدق. هو طبعا كل ده بيحب ينكش الناس لكن انا قلبي معاك ومفيش غيرك. وهي بتقول الكلمتين دول كانت بتضير وشها الناحيه التانيه وايديها مشغوله بتعمل اي حاجه. وطبعا عشان احنا مع بعض بقالنا سنين طويله كنت حافظ حركاتها وعارف انها بتكذب، لان دايما لما بتكذب بتفضل تشغل ايديها في اي حاجه قدامها عشان تداري توترها. راحت قايلالي ما تفضلش واقف كده زي الصنم، يلا بينا. اتاري الست هانم بعد كل ده عاوزانا نروح ندفع حساب الاوضه VIP. الرغي ده كله شايفه اني مجرب محفظه او عيل غنهبل. شغلتي اني ادفع فواتير بس، لو كانت تهتم بيا بجد ما كانتش هترضى اني اتهان بالشكل ده قدام الكل. بس الحقيقه ما كانش فارق معايا لان دي كانت الليله اللي كانت خلصانه بالنسبه ليا. اول ما قالت انها عايزه تخلف من اللي اسمه لين ده نيمبينج ضحكت لي وراحت سحبت الكارت ودفعت من غير ما تتردد ثانيه وهي مش عارفه ان ده كارت المرتب بتاعها. بعدها بدا اجراء النقل بتاع الاوضه وفضلت نينجينج قاعده جنب لين وما سابتوش لحظه لحد ما اطمنوا ان نام على السرير. والبرنس لين اكل VIP والممرضين جابوا الاكل بتاع الاوضه قطمتين وراح باصص لي بنظره مستفزه كلها تحدي وقال لي لين بصوت مخنوق كانه هيموت من العياط يا نين انا فاكر زمان اول ما عرفنا بعض لما كنت بتدخلي المطبخ بنفسك وتعملي لي شرب بمواسير مخصوصه عشان تغذيني. مش عارف بجد هلحق اشربها تاني في عمري ده ولا خلاص. اول ما خلص كلام نينج وشها اتغير ومسكت ايده وقالت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لو عايزها اروح اعملها لك حالا. ده مش بس انت اللي هتاكلها ده ابننا اللي جاي اللي هياكل منها كمان. ولين فضل يمثل الوجع ويقول ان عيلته هتنتهي بسببه وان امه نفسها تشوف حفيدها قبل ما يموت وقعد يمسك دماغه بتمثيل. ونينج خدته في حضنها وقعدت تطبطب عليه بحنيه. وفجاه بصت لي بكل برود وقالت لي انت لسه واقف بتتفرج؟ انزل وروح السوبر ماركت هات لحمه عشان اروح البيت
اعملها شوربه اللي طلبها. ضحكت بسخريه في سري. دي نينج بينج اللي طول عمرها بتستخدمني وترميني لما اخلص مصلحتها. هزيت راسي ونزلت ركبت عربيتي وفكرت في لحظه وقلت مش هروح لا بيت ولا سوبر ماركت، وطلعت على الشركه فورا. اول ما وصلت رحت لصاحبي مونيان وانا ما كنتش شايل شمسيه فغرقت من المطر وشعري كان مبلول وكنت حاسس بدوخه وتعب. مونيان اتخض لما شافني لاني كنت قايل له اني بحجز لخطوبه ومش هاجي الشركه الفتره دي. شربت بق ميه وقلت له الكلمه اللي صدمته، انا عايز استقيل. مونيان اتخض وقال لي تستقيل؟ تستقيل ايه وانت ناجح كده والكل بيعمل لك الف حساب؟ انت المدير التنفيذي يا غبي، هتروح فين؟ وبعدين نينج بينج بتاعتك دي مش كانت طالبه فيلا ومهر بملايين، هتجيب لها ملايين منين لو سبت الشغل؟ بس بصراحه انت لو كنت هتتجوز واحده تانية غيرها كان زمانك ارتحت وبطلت شغل خالص. قلت له انا مش هسيب كل حاجه بس عايز ابعد عن الوش والضغط لان في ناس بجد ما تستاهلش ان اموت نفسي عشانها. بعد ما سلمت كل الشغل اللي ورايا روحت البيت لقيت نينج واقفه وماسكه اكياس الطلبات وشكلها شايب من الغضب وقعدت تزعق. انا مش قلت لك على الطلبات؟ كنت فين انت؟ ليه بقيت نكدي وعيل كده وبقيت تاخد على خاطرك من اقل حاجه؟ هو انت مش راجل؟ نفضت ليها تماما ودخلت مسكت شنطتي وكنت مجهزها. استغربت وقالت لي انت مسافر شغل؟ خليني اساعدك في اللم. قلت لها بصوت هادي وبارد لا الشركه فيها تغييرات وهقعد في المكتب كام يوم. طبعا كذبت عليها بدم بارد وهي عشان عارفه ان شغلي تقيل وممكن اسهر ايام في المكتب فصدقت، بس كانت حاسه ان في حاجه غلط وسالتني هتغيب كام يوم؟ اجيب لك الهدوم معاك؟ الحقيقه حنيتها المفاجاه دي ما هزتش فيها شعره، وقبل ما ارد عليها تليفونها رن وفتحت السبيكر. كان لين اللي بيكلمها وصوته تعبان وبيقول يا سياده المدير شو انا اسف لو ضايقتك في المستشفى النهارده بس انا كنت تعبان وبقول اي كلام، بس الدكتور قال ان حالتي ساءت تاني وعارف ان الموضوع الخلف ده جنان بس احنا هنعمل تلقيح صناعي مش اكتر، ارجوك سامحني. طبعا كان بيمثل نينجا عشان تهن عليه وترجع له بسرعه وانا ما كانش عندي اي طاقه ولا تمثيلهم. سبتهم ودخلت اكمل لم شنطتي. لما خرجت لقيتها لسه واقفه مكانها ووشها قالب وبصت ليا بحقد وبتقول لي مراتك بتكلمك وهي ممكن غيرك. كانت اول مره اشوفها بتفقد اعصابها كده. انا المدير التنفيذي ومعايا فلوس وبنات كتير كانت بتجري ورايا وتجيلي لحد البيت وكنت زمان بتمنى اشوفها غيوره وخايفه عليا لكنها دايما بارده وبتقول لي ابعد عن الباب عشان عايز انام. صدقتني 7 سنين بدلوا نفسي عليها وهي ولا هنا، ودلوقتي بعد اللي حصل قلبي ما تهز الشعره. تليفونها نور فجاه راحت قايمه بسرعه وقالت هخلص معاك بعدين لازم اروح المستشفى. سابتني ومشيت وانا ما كانش فارق لي. رحت المطار اجيب لي موبايل اللي رجعت بدري. اول ما شفتها بالورده قعدت تسالني بحنيه اجل شكلك خسيت قوي، انت لابس خفيف كده ليه في البرد ده؟ مش لابس جاكيت ليه؟ فضلت ماشي معاها وبجاوب على كل اسئلتها بصبر لحد ما سالتني بكسوف هو انت عايز تتجوزني بجد؟ انا عارفه انك بتحب البت نينج بقالك 7 سنين. سكت شويه وهي كانت خايفه اكون بلعب بمشاعرها بس مسكت ايديها وقلت لها بصدق نينج دي بقت ماضي، انا بجد عايز اتجوزك انت ومش هغير رايي عشانها ابدا. لمويا كانت رقيقه جدا ومريحه في التعامل عكس نينج اللي كانت زي البيض. اتفقنا ان احنا هنكتب كتابنا بعد اسبوع. بعد ما وصلتها الفندق رحت البيت لقيت نينج قاعده مستنياني وبتقول انا عارفه ان الاسم اللي كلمك ده مقلب عشان تلفت نظري، انت بجد طفولي قوي يا شونن. كنت مستغرب من طريقتها بس قلبي خلاص جمد. قالت لي انا رايحه اللين دلوقتي وعازمنا على العشاء بعد بكره. شفت كريم ازاي؟ لازم تيجي. كريم؟ كنت افطس من الضحك على كلامها وقبل ما ارفض راحت مسكت ترمس الشوربه وجريت على بره. وفضلت الايام اللي بعدها تلاحقني وتقول لي ان حجز مطعم سمك وتقول لي انت ليه نكدي كده ولو ما جيتش يبقى خلاص ما تبقاش خطيبي، وهي مش عارفه اصلا ان عندي حساسيه قاتله من السمك. ودخلت المستشفى قبل كده بسببه ويومها قالت لي انت راجل كبير ومش عارف تاخد بالك من نفسك. ايه الخيبه دي؟ في نظرها اللي بتحبه تشيله في عينها واللي مش فارق معاها ملوش قيمه. قعدت تزعق في التليفون وتقول لي اول ما لين يخف هفكر في موضوع خطوبتك ده. قلبي وجعني لحظه، اللي بتعمل فيا كده؟ فجاه سمعت صوت لين في الخلفيه وهو بيمثل انه مش قادر يتنفس وهي بتصوت وتقول له امسك فيها حبيبي هتبقى كويس، انت دايما شاغل بالي ومش مريحني وبمجرب مع عيني تغيب عنك ثانيه واحده بترجع تقلقني عليك. ده كان صوت باي بينج وهي بتتكلم بمنتهى الحنيه وكانها بتدلع طفل صغير وكانت ناسيه خالص اني لسه على الخط وسامع كل حاجه. اما انا بقى اول ما سمعت نبره الدلع دي قمت قافل السكه في وشها على طول. كلوا مع بعض بالهنا والشفا، خدوا حبي معاكم وانا مش رايح وما كنتش ناوي اصلا اروح عشان بعد بكره كان يوم خطوبتي على مو والقاعه كانت مليانه فرحه وحيويه وليمو كانت لابسه فستان احمر شيك شكلها كان يجنن وخطف عيني من اول لحظه. اصحاب
واصحابي قعدوا يزيتوا ويقولوا يا نهار ابيض يا شويان، لما قلت انك هتخطب افتكرناك بتعمل كده عشان تخلي بايننج تغير او بتصبر نفسك بيها، بس بجد العروسه الجديده دي قمر احلى منها بكتير. انت محظوظ يا عم والعب معاك. لمياو كانت هتسيبني وتمشي عشان تدينا مساحه نتكلم مع صحابي، بس انا قمت شديدها من كتفها وضممها ليا اوعى على رومانسي، والكل قعد يصفر ويضحك ويقولوا انت لسه ما لحقتوش تكتبوا الكتاب وعاملين كده. بس قول لي يا شويان، انت بجد فركشت مع باينج؟ هي هتعرف انك هتتجوز واحده تانية؟ واول ما الكلمه اتقالت الباب اتفتح فجاه ودخلت باينج. الكل اتصدم. كنت واقف وجنبي حبيبتي الجديده وقدامي القديمه. لمياو اتوترت وكانت عايزه تبعد عني، بس انا مسكت ايديها جامد. باينج بصت لي وقالت انت بتعمل ايه هنا؟ المره اللي فاتت خدعتني باسم وهمي على التليفون، والمره دي جايب صحابك عشان تعملوا تمثيليه فرح مزيف وتضحكوا عليا. بجد تعبت نفسك قوي يا شويان. كانت واثقه جدا وهي بتتكلم ومفيش في قلبها ذره شك، لانها عارفه ان انا كنت بحبها لدرجه اني ممكن اموت عشانها. من 3 سنين بايننج عملت حادثه عربيه كبيره، وقتها كنت مسافر شغل بره. اول ما سمعت الخبر ده لغيت كل حاجه ورجعت فورا، ولما الدكتور قال ان هي محتاجه فص كليه ما فكرت الثانيه واحده ووقعت على الورق واتبرعت لها بكليتي. فضلت في المستشفى كامل وانا سبت شغلي كله وفضلت جنبها كل ده. اول ما فتحت عينيها شافتني انا وشي رايح من القلق عليها، وقتها هي حست ان مفيش حد في الدنيا يحبها زي من غير مقابل او اي شكوى، وكانت طايره من الفرح. عشان كده حتى وانا لابس بدله العريس وجنبي بنت زي القمر موزه، هي ما كانتش شاكه في اي حاجه وفاكره اني ممثل عليها عشان اغيظها. واصحابها قعدوا يطمنوها ويقولوا لها ايوه فعلا انت وشيان علاقتكم قويه ببعض، ازاي هيحب حد تاني؟ ده كان هيطلب ايدك من شهر. انا كنت عايز اخلص منها ومن دوشتها فما جادلتش وسألها ببرود انت جايه هنا ليه؟ هي كانت فاكره اني هستفزها واهددها عشان تفضل معايا، بس ببرود دي صدمها وخلاها مش عارفه تنطق. وفجاه تليفونها رن، ردت بسرعه واتخضت كأن مصيبه حصلت، وقالت لي بجديه يعني لازم تيجي معايا المستشفى حالا. لمياو بكل ذوق طبطبت على كتفي وقالت لي روح معاها. انا كنت عايز ارفض بس باي بنج ما ادتنيش فرصه، سحبتني بالعربيه وطارت بينا وهي بتعيط ومنهاره. كسرنا يجي 8 اشارات حمراء، ولما وصلنا سحلتني وراها وهي بتجري على السلالم لغايه الغرفه، وقعدت تصرخ في الدكاتره وتقول يا دكتور بسرعه خدوا كليه صاحبي، هي مطابقه لحاله، هو موافق يتبرع بيها، هيدفع اي مبلغ بس انقذوه. وقتها بس فهمت هي كانت بتدور عليا ليه، عشان صاحبها ليه جاو حالته خطر ومحتاج كليتي. ما كنتش فاهم ليه من شهرين اصرت ان اعمل فحص شامل وتحليل تطابق كلى، وقالت لي وقتها بتوتر ان ده عشان ترتيبات الجواز، لكن الحقيقه ان هي كانت عايزه تستغل جسمي وصحتي عشان تنقذ حبيب القلب. هي حتى ما سالتش عن رايي. الدكتور افتكر ان ليو جاو هو جوزها لانها كانت قاعده جنبه ليل نهار، وانا دمي اتطفى لما سمعت كده، وهي ولا همها شكلي اللي بقى شاحب ووش قالب. وشدتني وهي بتقول واقف كده ليه؟ يلا عشان العمليه. ضحكت بوجع ونفضت ايديها وقتها، بس بصت لي وقالت يام فيك ايه؟ برود يخوفها، بس عشان هو كان بيموت قعدت تقنعني ما تقلقش دي كليه واحده مش هتحصل حاجه، انا واثقه فيك وعشان كده خليتك تتبرع، وبعد ما نتجوز هشيلك فوق راسي. كانت بتتكلم كاني غريب عنها ولا فارق معاها حياتي. وفجاه لمبه العمليات نورت احمر والدكاتره جريوا وهي نسيتني خالص ودخلت وراها وهي بتعيط ومنهاره جنب. الدكاتره بيحاولوا يخرجوها وهي رافضه من كتر ما هي شايفه غيره. ما خدتش بالها ان الشخص اللي بتعتبره مجرد مخزن كلى مشي وساب المكان كله. رجعت ليم مياو والخطوبه كانت خلصت. روحنا البيت وقمت رامي كل صورنا وكل حاجه بتجمعني بباي بينج. نظفت البيت من اي ذكرى ليها في ليله واحده. لين قالت لي مش لازم ترمي كل ده، دول ذكرياتك شيلهم في المخزن، انا مش فارق معايا ماضيك، بس انا كنت مصر ونظفت كل حاجه. كلمت المساعد بتاعي يبيع الشقه بكل اللي فيها. كنت زعلان شويه لان الشقه دي كانت حلمي. تعبت وشيت 5 سنين بعد التخرج عشان اجيبها، بس عشان بايننج قالت مره انها بتحب منظر النيل والشقه الواسعه هلكت نفسي شغل عشان اعمل بيت يجمعنا وتفضل جنبي. بس كل ده طلع اوهام. طلبت شركه نقل العفش وانا باخد اخر شنطه. باي بينج دخلت وقالت ايه ده انت مسافر شغل عامل دوشه ليه؟ سكت وهي كملت كلام عن موضوع الكليه. فكرت مش هيحصل حاجه لو سافرت بعد العمليه بكام يوم. افتكرت اني موافق ودخلت المطبخ فرحانه. ومن يوم ما اتخرجنا ما عملتش اكل خالص، كنت انا اللي بعمل كل حاجه وهي بتطبخ بس لما تحس بالذنب او تكون مبسوطه. وشكلها كانت عايزه تشكرني على الكليه بطبخه. بعد الاكل حضنتني من ظهري وقلبي دق بس بوجع. كانت دايما بارده معايا ولازم اتحايل عليها واجيب لها هدايا عشان تديني شويه حنيه. سالتها ببرود عايزه حاجه؟ قالت لي عارفه ان
ان موضوع الكلية صعب، بس اوعدك هفضل جنبك طول عمري واجيلك في عيني. حاولت تقرب مني بس انا كشيت وقلت لها البسي هدومك ورايا حاجة تانية. هي افتكرت اني مكسوف او مشغول بالشغل وضحكت. قالت لي انها سابت شغلها عشان تفضل جنبي، كانت بتراقب رد فعلي لان العادي اني كنت بتخانق لما تجيب سيرته، بس المرة دي كنت عادي جدا وقلت لها شغلك وانت حرة. قمت عشان امشي فحست ان في حاجة بتضيع منها، حضرتني وقالت ما تمشيش، انت عارف ان هو صاحب عمري واهله ماتوا وصحته بايظة ولازم افضل جنبه شوية واعوضك. هزت راسي وسلكت ايديها من وسطي وخرجت. كنت عارف ان دي اخر مرة هدخل فيها البيت ده، مفيش مستقبل لينا، وضميري من ناحيتها مرتاح تعيش حياتها زي ما هي عايزة، ما بقتش تخصني. بره كان التلج بيغطي كل حاجة. باينينج شافتني وانا ماشي وافتكرت يوم ما اعترفت ليها بحب في يوم شبه ده، بس المرة دي كنت مديها ظهري. ندهت عليا قالت استنى خد الشمسية. طلعت تجري تدور في الدواليب، بس لانها عمرها ما نظفت ولا رتبت البيت ما كانتش عارفة مكان الشماسي فين. ولما نزلت الدنيا بقت بيضة وانا اختفيت وسط التلج. حسيت بفراغ رهيب وكأن في سؤال بقلبها ما لحقتش تسأله. كان المفروض ترجع وتعمل لي اكلة حلوة، بس قلت يلا لسه قدام وقت كتير. قلت لنفسي لما ارجع من السفر الشغل بتاعي هي هتعوضني عن كل حاجة في علاقتنا دي. في عز سواد الليل دورت عربيتي وانا شايف بينج بينج وبتفتح الباب وبتبص بره، بس في الاخر ما حطتش رجليها بره البيت عشان تدور عليا. لو كانت حتى مثلت انها بتدور عليا ثانية واحدة كان هيبقى ليها طعم، بس من جوايا كان لسه عندي امل ان علاقة ال7 سنين دي ما كانتش مجرد وهم من طرف واحد ولا مجرد حلم فاضي. بس في الاخر بينج بينج الخاينة خيبت املي. بصيت على البيت اللي عشت فيه 5 سنين وافتكرت كل اللي حصل بينا. هنا كان في وجع وفي ايام حلوة، بس الاغلب كانت مجرد ايام عادية وخلاص. كل مشاعر الحزن دي وفي اللحظة دي شفت فيها بينج بينج بتقفل الباب تماما، اتحولت لراحة نفسية وهدوء. خلاص انا سبت كل حاجة، سبتها بجد بعد ما نقلت حاجتي ومضيت عقد بيع البيت. اخيرا اخدت نفسي وارتاح. كنت لسه بخلص شوية شغل على الموبايل وفجأة شميت ريحة ورد فايحة. اهلا بيك يا سيادة المدير شو في المدينة عشان الزيارة بتاعتك نورت. من ورا بوكيه الورد ده طلعت لي مواها وهي بتغمز لي بضحكة دلع. هي ما كانتش زي لي مواها الطفلة البريئة رغم ان حركاتها فيها حيوية، بس لبسها كان شيك جدا وطلع عليها رقي الهوان. عيني لمعت فجأة بالعقل كده، احنا خلاص هنبقى متجوزين جوز وجوزة. بس برضه وش احمر وبصت الناحية التانية غصب عني. قالت لي ايه انت لسه واخد بالك دلوقتي ان قمر مش شايف ان الوقت متأخر شوية؟ ده احنا لما نتجوز هننام في سرير واحد. لو هتتكسف مني دلوقتي يبقى بدري قوي. نصيحة واجه الحقيقة واتعود عليا بسرعة. قلت ليها انت لسه شقية زي ما انت ما غيرتيش طبعك ده خالص. ردت وقالت هو وحش ان اكون زي زمان؟ كل حاجة في الدنيا دلوقتي بتتغير، الشغل والبيزنس وكل حاجة بتجري بسرعة، بس انا بتمنى ان المشاعر اللي بينا تفضل زي ما هي وما تتغيرش ابدا. لمواها بصت ليا بجدية كأنها بتوصل لي رسالة ان هي داخلة العلاقة والجواز ده بمنتهى الجدية. اللحظة دي رجعتني لما كان عندنا 18 سنة. وقتها كنا مشغولين بمذاكرة الامتحانات بتاعة الجامعة. ليه ما كانتش بتحط مكياج خالص، بس بحيويتها وجمالها الطبيعي كانت ملكة جمال المدرسة بلا منازع. بس اي ولد كان بيعترف ليها بحبه كانت بترفضه وتقول له ان احنا لازم نركز على المذاكرة. وقتها كنت لسه مخلص كتاب الجواب حب ليها، بس لما سمعت كلامها خبيت الجواب فورا في الكتاب بتاعي. كنت متردد وخايف رغم اننا كنا اصحاب من صغرنا، بس خفت ما تكونش بتحبني. قلت استنى لما نخلص الامتحانات واقول لها. بس وقتها لين سافرت بره وانا دخلت جامعة بمدينة تانية وضيعنا بعض بالشكل ده. كان في ندم طفولي بس خلاص كله عدى. سألتها عادي انت بجد ما خرجتيش مع حد طول السنين دي؟ هل وافقتي على عرض الجواز الغريب بتاعي عشان اهلك ضغطوا عليك؟ سكتت ثانية وقالت انت تعرف ان يوم ما نقلت وقفت قدام بيتك وقت طويل جدا مستنياك. انا هنا اللي اتصدمت. انا كنت عارف انها سافرت واتضايقت جدا ورميت نفسي في الشغل عشان انسى مشاعري. ما كنتش اعرف انها كانت مستنياني. لين بصت لوش المصدوم واتنهدت وقالت كنت فاكر اني مبينه مشاعري كفايه، ما توقعتش انك لسه مش فاهم قلبي. اليوم ده كنت مستنياك ومستنيه جواب وصل متاخر قوي. كلامي خلاني احتار اكتر. معقول كانت عارفه اني كتبت الجواب حب ومستنياه؟ ولو كانت مستنيه يبقى بتحبني في سر من وقتها. في اللحظه دي حسيت بكهرباء في دماغي وجو العربيه سخن شويه. قلت لها انت بتحبيني؟ ردت بسرعه ومن غير تردد ايوه بحبك يالا. سكتها واصرارها وعينيها اللي كانت مليانه دموع خلتني اتاكد ان حبها كان مستخبي من زمان. قالت انا حبيتك من قبل ما تحب بينج بينج بكتير، بس انت طول السنين دي مش شايفني، فكنت مستنيه دايما انك تلف وتلاحظني. وطلعت من شنطتها جواب لونه اصفر وعلى خط اللي كان لسه صغير شويان جواب حبك من 10 سنين وبعدين من 10 سنين
سنين لسه ليهم قيمة عندك. حسيت اني في حلم، خفت لما اصحى ملاقيش حاجة. بصيت ليها وقلبي كان متلخبط، مشاعر طلعت وانا مستني حد، كان في حد تاني مستنيني في صمت. ما قدرتش امسك نفسي واخدت لين في حضني جامد، دفينا بعض ودقات قلبنا دخلت في بعض ودبنا ببوسة طويلة وعميقة، وقلت لها طبعا ليهم قيمة وشكرا انك مشيتي 99 خطوة عشاني، سيبيني انا امشي الخطوة الاخيرة. رجعنا المدينة اللي كنا عايشين فيها واحنا اطفال. عيلة شو كانت نقلت وعيلة لين ما كانش فاضل ليها غير البيت القديم، فقررت ناولين نقعد في بيت اهلها القديم مؤقتا. الجو فجأة بقى فيه كسوف، قعدنا ننضف الأوضة واحنا مش قادرين نبص لعين بعض، وقدام لين كانت محمرة جدا. قعدنا نتكلم في انسجام تام لحد نص الليل، وبعدين لين دخلت أوضتها وهي مكسوفة رغم اننا عارفين بعض من زمان، بس لسه في إجراءات جواز. فقلت ليها يومين وهجيب هدايا وازور أهلك ونرتب الموضوع. كاتب الكتاب كمان أسبوع. لين كانت عايزة نتجوز حالا وننام في أوضة واحدة دلوقتي، وأهلها كمان كانوا شايلين هم جوازنا وشعرهم شاب. أول ما عرفوا إنها تتجوزني طاروا من الفرحة، مش بس راحوا جابوا لها عربية عشان جهازها، لا دول كمان شالوا المهر خالص. وبان جدا إنهم بيدلعوني ومتحيزين ليا، بس البنت لازم تتقل شوية، فاحمر وشها وهزت راسها بكسوف. وفي مدينة تانية بينج بينج كانت تسألني امتى هتتبرع بالكلية، بس الدكتور قال لها خبر أصعب، مصاريف أوضة متأخرة بقالها أسبوع. ناوية تدفعي امتى؟ الأوضة ب30,000 يوان في اليوم، وكروب بينج بينج كانت خلصانة لدرجة إن الفيزا جابت آخرها. مصاريف الأستاذ وصلت ل200,000 ولازم يدفعوا النهاردة إلا هتنقلوا أوضة عادية. لينجاو كان لسه مخلص عملية وما ينفعش يتنقل أوضة عادية أبدا. قالت لازم أسأله هو قصده إيه بالكلام ده. كانت عايزة تلومني تسألني ليه بطلت أدفع، بس افتكرت إنها لسه هتطلب مني مساعدة بعدين، فقررت تروح البيت وتتكلم معايا وش لوش. بينج بينج راحت سوبر ماركت وجابت طلبات كتير الأكلات اللي بحبها، ولما فتحت الباب ما لقيتش الصوت اللي متعودة عليه أخد منها الشنط. الساعة بقت 10 بالليل والبيت بقى كحل، ما سمعتش غير صوت نفسها. لما نورت النور شافت البيت متلمع ونضيف بس فاضي، حست إن في حاجة ناقصة في البيت، وحماسها برد تماما لما شافت السكوت ده، وافتكرت إني قلت ليها إني مسافر الشغل. سابت الطلبات وهي محبطة وفتحت الموبايل وشافت آخر رسائل بينا. لقيت إني ما بعتش حاجة من زمان قوي، الكلام مقطوع من أسابيع. رغم كبريائها بعتت ليا أنت نمت هترجع إمتى، وقعدت بصة للشاشة مستنية تنور، بس عدت ساعات والموبايل ساكت. قالت لنفسها أكيد تعبان، وطمنت نفسها ودخلت تستحمى وتستنى رد الصبح تتكلم معاه في موضوع المستشفى والجواز. دخلت أوضة النوم وهي هلكانة، وأول ما فتحت الباب وقفت مكانها واتصدمت. الأوضة اللي كانت دافية بقت فاضية تماما، السرير مش موجود، الكومودينو مفيش، الصورة اللي على الحيطة اختفت. جريت على الصالة وكلمتني بس جالها صوت بيقول عفوا الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة. اتجننت وقالت ازاي يعني مش موجود، مفيش تفسير واحد. ما كانتش عايزة تصدق وبعتت رسالة على ويشات، بس في ثانية ظهرت علامة تعجب حمراء قدامها كبيرة. ايديها اترعشت. انا فعلا عملت ليها بلوك. فكرت هو بجد عايز يسيبني. قعدت تفكر اللي حصل وتدور على خيط، ولما عينيها جت على ترابيزة الصالة لقيت ورقة محطوطة بنظام. قرأتها واتصدمت. بينج بينج خلينا ننفصل، انا خلاص اتجوزت حد تاني. مسكت الورقة وايديها بتترعش. اتأكدت فعلا اني سبتها وبدأت تعيط من غير ما تحس، ودموعها نزلت برد على صابعها. بصت لعلامة التعجب الحمراء وكلمتني تاني، والرد الالهي هو اللي رد عليها. صرخت بوجع شو يام باي حق تمشي كده من غير ولا كلمة، مش هسمح ليك. انا احمرت وفضلت تتصل بجنون ورا بعض. وجع الصدمة تحول لغضب ملوش اسم ولع مشاعرها. ما كانتش فاهمة ليه. كل اللي عملته بالنسبة لها ان هي اهتمت بلينجاي شوية، بس ده مريض وهي بتراعي مريض. هل لازم يكون تافه ويغير للدرجة دي؟ بس دلوقتي هي محتاجة توصل لي، مفيش فلوس للمستشفى ومحتاجة تطلب مساعدتي. كتبت بوست على السوشيال ميديا تسأل صحابنا عن مكاني، بس عدت ساعة ومحدش رد. حست بإحباط وعجز تام. اتنقلت ونامت على الأرضية وهي مغمضة عينيها، أمل تصحى الصبح تلاقيني بكلمها. تاني يوم لما صحيت لقيت رسائل كتير جدا. فرحت وفتحت الموبايل بس قعدت تقلب ما لقيتش الشخص اللي هي مستنياه. حست بوجع وهي بتقلب في الرسائل. لفت نظرها بوست لزميل قديم في الجامعة، كانت صورة في فرح. لما عملت زوم جسمها كله اتجمد، وفجأة جالها تليفون. لينج لينج بتكلم بينج بينج وتقول لها انت فين يا بنتي، ده شيوان بيتجوز النهارده. انا كنت فاكرة انك انت العروسة وجهزت لك هدية مخصوص، بس طلعت في الاخر شكلي وحش واتحطيت في موقف بايخ لما عرفت ان العروسة واحدة تانية. شويان كان بيعاملك احسن معاملة، معقولة هتقفي تتفرجي كده وبيتجوز غيرك؟ نينج بينج لما سمعت الكلام ده صدمت واتسمرت مكانها. ما كانتش عايزة تصدق خالص، وقالت لنفسها اكيد ده مقلب مما قلبه بيرسم عليا عشان ارجع وصالحه وابوس ايده. فجأة طاقتها رجعت لها واتعدلت في عادتها، وقالت لصاحبتها ابعتي لي العنوان حالا وانا هروح له. عرفت ان الفرح في المدينة ودي بلد شويان الاصلية، وقلبها قبضها لما افتكرت انه زمان عشان خاطرها وبسببه هو ساب اهله وقعد سنين ما يروحش هناك ودخل في مشاكل معاهم. في الوقت ده قاعة الفرح كانت مقلوبة
من الفرحة والبهجة، والعريس والعروسة كانوا زي القمر وبيرحبوا بالناس بكسوف وفرحة ما تتوصفش. فجأة موبايل شويان رن برقم غريب، افتكر انه حد من الموظفين او المنظمين بيفكروا بموعد الفترة الجاية، فرد بسرعة قدام ليمو. بس فجأة سمع صوت نينج بينج وهي بتعيط وبتقول له يا شويان اخيرا رديت، انت هترجع البيت امتى؟ وحشتني قوي يا حبيبي، فك البلوك بقى وبطل تعاملني كده، انا عارفه اني غلطت وانت بتعمل كده عشان انت تضايقني وتغيظني، قول لي بس انت فين وانا اجيلك، انا بجد عرفت غلطتي، ارجع لي بقى. صوتها كان ناعم زي الميه وفي ندم. بس فجأة دخل صوت بنت تانية في الخط وهي ليمو بتقول له بلوت يا حبيبي بيتكلم مين؟ الكل مستنينا عشان نتصور صورة جماعية وناقصه انت بس. كلمة حبيبي دي كانت زي القلم اللي نزل على وش نينج بينج، وشويان رد بكل برود دي مجرد نمرة غلط وموضوع تافه. قفل السكة. نينج بينج حست ان صعقة نزلت عليها وفهمت ان حنية شويان وصبره ما كانوش تمثيل، وقعدت في بيتها الفاضي تفتكر ان كل اللي حصل من اول ما شافت اسم المدام على موبايله لحد معاملته الباردة، وفهمت ان الاشارات كانت قدام عينيها وفعلا انه حب واحدة تانية. لمت هدومها بسرعة وجريت وسألت صحابها لحد ما عرفت عنوان بيته في بلد تانية وحجزت اول طيارة. في اللحظة دي جالها رسالة من الدكتور بتقول ان صاحبها لينجاي محتاج عملية فورا، ولو كان ده زمان كنت جريت عليه. بس المرة دي قلبها ما كانش فيه غير شويان وعايزة تشوفه بأي تمن. في المدينة الفرح كان وصل لذروته وليمو كانت بتضحك وسند على كتف شويان، بصوا لبعض بابتسامة حب وكل الكلام اللي في الدنيا اتقال في بوسة عميقة تحت ورد الفرح اللي كان بيقع عليهم. وفجأة حصلت دوشة برا القاعة وشويان حس ان في حاجة غلط، فطلب من ليمو كمل ترحيب بالضيوف وراح يشوف في ايه. الامن قال له يا استاذ شو في واحدة بره بتقول انها مراتك ومعاها صور ليكم وانتوا مع بعض، فما قدرناش نمنعها بالعافية وخوفنا تكون حد من العيلة ونقع في مشكلة. شويان رد عليهم بحدة وقال لهم دي مجرد اكس قديمة واحنا فركشنا خلاص، انا بتجوز النهارده وانتوا سايبين واحدة مجنونة زي دي تعمل نمرة بره، انتوا عايزين تترفضوا ولا ايه؟ الامن اول ما سمعوا كده سحلوها لبره وهي منهارة ووشها كان مليان دموع، ولما عرفت ان شويان امر بطردها ما كانتش مصدقة وقالت ده لسه خاطبني من كام اسبوع، ازاي يتجوز غيري بالبساطة دي؟ لازم اشوفه، خلوه يطلع لي. وفجأة وقعت من طولها واغمى عليها، فالامن خافوا وطلبوا الاسعاف. جوه القاعة شويان ركع على ركبة ونص ولبس ليان الخاتم الالماظ، وهي قالت له دلوقتي بقيت جوزي ومش هسمح لك تهرب مني طول عمرك. هو كان في قمة سعادته. نينج بينج لما فاقت في المستشفى اول حاجة سألت عليها فين حبيبي؟ الدكتور رد عليها ببرود مفيش حد جه شافك طول الكام يوم اللي فاتوا، وادفع حساب المستشفى وانت ماشية، انت شحطة كبيرة وبطلي شغل الدراما ده. لما سمعت صوت رجلين بره افتكرته هو، بس طلع لين جياو وشه اصفر وقال لها يا نينج بينج ملوش لازمة تعذبي نفسك عشان واحد زي ده، انت لسه فايقة وبتفكري فيه. هو هايس مع عروسته الجديدة. طلع الموبايل وفرجها على صور الفرح وهم بيضحكوا في حضن بعض. نينج بينج اتجننت ومش مصدقة ان عشرة 7 سنين تخلص كأنها ما كانتش موجودة. حاولت تقوم تروح له بس جالها دوار. فتحت موبايلها لقت كارثة، رسائل من البنك بتقول ان عليها ديون ب1,200,000 دولار، واختار طرد من الشقة لانها اتباعت، ورسالة من الشركة بتقول انها اترفضت عشان غابت كتير ومش هياخدوا مليم من مرتباتهم القديمة. نينج بينج بقت على الحديدة ومن غير بيت ولا شغل. وفي لحظة واحدة لين جيو قعد يزن عليها ويقول لها لازم تطلبي منه فلوس. لين جيو قعد يزن عليها ويقول لها لازم تطلبي منه فلوس وتفضحيه في شركته عشان يدفع. نينج بينج انفجرت فيه وقالت له اطلع بره، مصاريف العلاج واللي حصل ده كله بسببك وبسبب زنك عليا. كلمت اهلها تطلب فلوس بس ابوها وما شتموها وهزقوها وقالوا لها ضيعتي راجل زي ده من ايدك واحنا كنا مستنيين فلوس عشان نجهز اخوكي، ما توريناش وشك الا وانت مع شويان. وبعد اسبوع اهلها جولها بنفسهم بس عشان يضغطوا عليها تتجوز لينجاو عشان ياخدوا منه مهر يجهزوا بيه ابنهم. لينجاو دخل ببكي ورد رخيص وعرض عليها الجواز وقال لها ما يهمنيش ماضيكي. هي كانت بتضحك من جواها على الفرق بينه وبين شويان ورفضت بقرف. امها قالت لها انت الطولي ده انت كنت عايشه مع واحد 7 سنين ومحدش هيرضى بيكي. بس نينج فضلت مصممه على الرفض. ولما جه الربيع شويان ولين كانوا في قمه السعاده ومش بيسيبوا بعض لحظه. ويوم هما بيشتروا طلبات البيت شافوا نينج بينج عند المخرج كانت خاسه جدا وتعبانه ووشها دبلان. وشويان اول ما شافها خاف عليه مو دراها ورا ظهره. نينج بينج ابتسمت بوجع وقالت له ما تخافش انا مش جاي اتخانق، انا فرح الاسبوع الجاي ودي الدعوه وعشان خاطر الايام اللي كانت بينا يا سياده المدير لازم تيجي. شويان كان هيرفض بس لين مو خدت الدعوه وقالت بكل ثقه اكيد هنيجي انا وجوزي. نينج بينج وشها اصفر واتهزت مكانها، لفت ومشيت وهي بتترنح. اول ما لفت ظهرها خدت بالي انها مش بس عايشه تقرف، دي كمان باين عليها انها حامل. وصلنا مكان
لكن الفرح اول حاجه لفتت نظري وخضتني ان العربيه المايباخ اللي كنت راكبها شكلها غريب قوي، وبعيدا عن المطعم الشعبي العادي ده ما كانتش لايقه خالص مع المكان. بينج بينج فعلا اتجوز لين جوي، بس الحقيقه كانت مجبوره على الجوازه دي. اهلها والجدع اللي اسمه لين عملوا مع بعض ديل وسبوبه 200,000 يوان، حبسوها في البيت لحد ما حصل حمل. هي حاولت طبعا تقاوم وتتخانق، بس مع الوقت البيبي بيكبر في بطنها، ويوم ورا يوم ما لقيتش قدامها غير ان هي ترضى بالامر الواقع وتستسلم للحياه المره. مسكت ايد ليمو ودخلنا الفرح بمنتهى الروقان، وديكورات الفرح كانت بسيطه لدرجه الواحد يصعب عليه الحال، حاجات كده على قد خالص. بينج بينج كانت لابسه فستان فرح مش مقاسها وشكله مش لايق عليها خالص، وفي ايديها خاتم الماس فالصو ما يسواش قرش. حتى جزمه الفرح ما كانتش مقاسها، كانت ماشيه بتعرج بميل وهي بتتحرك. هي عمرها ما شافت ذل ومهانه بالشكل ده، فكانت يا عيني بتحاول تبتسم بالعافيه وضحكتها طالعه باهته قوي. وفي الناحيه التانيه انا ولين مياو كنا قاعدين بنرغي ونحكي مع بعض وعايشين في عالمنا الخاص بعيد عن الكل، واي حد عنده نظر كان هيشوف قد ايه علاقتنا زي الفل وماشيه وحلاوه. طبعا بينج خدت بالها من الكلام ده وما كانش قدامها غير انها تكتم الغيره والغل اللي في قلبها. شدها لين شاو وطلع على المسرح وقال لها يا بينج خليكي مراتي، ومن النهارده مش هيكون في قلبك حد غيري. هي بصت له وهو راكع على ركبته، بس كانت متردده انها تديله ايديها. راح قال لها بنبره تهديد في ايه، لسه مستنيه شوين يقتحم الفرح وياخدك ويمشي. اول ما سمع الكلام اللي فيه تهديد ده جسمها كله اشعر وقعدت تترعش ولبست الخاتم الالماس وهي بتعيط ودموعها نازله على خدها. كان بين جواها بجد تتمنى اني اندم واروح اخدها وانقذها من اللي هي فيه، بس لما بصت لتحت لقيتني حاطط ايدي بحنان على بطن لين ميو وبقول لها كلام وشكلي فرحان جدا، ولكني شايف اللي بيحصل على المسرح. في الاخر اخدت لين ميو ومشينا بسرعه، وفضلت عين بينج بينج ملحقاني لحد ما ظهري اختفى تماما عن نظرها. حست ان الدنيا بتغيم قدامها ودموع عملت عينيها. كل اللي في الفرح افتكروا انها بتعيط من الفرحه والتاثر، بس هي الوحيده اللي كانت عارفه ان الدموع دي دموع ندم وحسره. في الوقت اللي كانت لين مو خلاص قربت تولد فيه سمعت صدفه من واحد زميلنا قديم ان بينج بينج اتطلقت، رغم اني اصلا ما كنتش مهتم اعرف عنها حاجه. الفرح ما كانش فات عليه كتير فاستغربت شويه الصراحه. طلع انها من ساعه يوم الفرح وهي لا بتاكل ولا بتشرب، وخست بطريقه تخوف. وعيله لين اتعبوا جدا وقعدوا يحايلوا عليها تاكل، وحتى لين جياو ركع ركبه عشان تاكل، بس هي كانت رافضه ودماغها ناشفه. لما لقوا ان البيبي ممكن يروح فيها راحت قايله شروطها انها عايزه تطلع من لين جياو، وقالت لهم لو طلقتوني هخلف الواد ده. الجدع اللي اسمه لين ده وشه جاب الوان واتحط في موقف وحش، بس لما شاف بطنها بتكبر كل يوم وافق في الاخر على الطلاق. اصل بالنسبه ليهم العيل اهم بكتير من الام، ومين كان يصدق ان بقى في نفس اليوم اللي استلمت فيه ورقه طلاقها راحت واخده 3 حبوب اجهاض ما اعرفش جايباهم منين، وفجاه جالها نزيف جامد جدا. ولما ودوها المستشفى بسرعه الواد ما كانش ينفع يلحقوه وهي نفسها كانت هتموت، وطلعت من المحنه دي بالعافيه وروحها كانت في مناخيرها. انا ما اديتش اي رده فعل غير هزه راس بارده كده ورجعت تاني قدام لاوضه الولاده. الست اللي كانت في يوم من الايام بحبها اكتر من روح ما كانتش بتفرق معايا ببصله ولا حتى تهز شعره في قلبي. دلوقتي ما كانش فيه غير لين مياو والبيبي اللي جاي في السكه. بس اللي ما كنتش متوقعه خالص ان بينج بينج تظهر في المستشفى لما جت وهي ساندة على عكازه بتمشي بالعافيه وبتعرج عشان تدور عليا. انا بلمت وما كنتش عارف اقول ايه، بس هي سبقتني وقالت تعين عايزه اتكلم معاك لوحدنا. محدش كان يتخيل هي تعبت قد ايه وجت المستشفى ازاي في الحاله دي. ظهرها كان غرقان عرق وكانت بتدوس على وجعها والامها الجسدي، بس لما شافتني حست ان الوجع ده كله يهون. فجاه عينيها اتملت دموع قهر وظلم وما قدرتش تمسك نفسها وقالت لي انا خلاص مش هخلف من لين، ممكن نرجع زي زمان. اول ما نطقت الكلمتين دول بصت لها باستغراب كأني شايف كائن فضائي. قلت لها يا ست بينج مراتي دلوقتي جوه اوضه الولاده وبتحاول تولد، وانت واقفه هنا قدام الاسم وبتقولي لي الكلام ده. انك تحاولي تخربي بيت حد دي حاجه حقيره جدا. انت مش خايفه من ربنا ولا خايفه الدنيا تدور بيكي. وش بينج اللي ابيض كانه ميت وقالت انت ناديتني بايه، انت بتهزقني عشان واحده تانية. قلت لها يا بينج انت فاكره نفسك مين بالنسبه لي اصلا؟ يا ريت تعرفي مقامك كويس، ولو فكرتي تدخلي في حياتي تاني يبقى خافي على نفسك بقى لاني مش هرحمك. وطيت صوتي وكأن كلامي في تهديد حقيقي وواضح وصريح. الدموع نشفت على وشها وفضلت واقفه مذهوله، عمرها ما شافتني بالقسوه دي وما كانتش متخيله اني مش هسامحها. قلت لها انا ما عنديش وقت للهبل بتاعك ده، لو ما مشيتيش حالا انا هطلب لك الامن. وفجاه سمعنا الدكتور بيزعق باستغراب وفرحه من جوه اوضه الولاده. اول ما سمعته جريت بسرعه وسبت بينج واقفه لوحدها وما لقيتش غير ظهري وبيبعد عنها. في اللحظه دي عرفت انها خسرت كل حاجه وبشكل نهائي. فضلت واقفه مكانها زي التايه لفتره طويله لحد ما سمعت صوت صرخه عيل صغير مولود طالعه من اوضه الولاده. بعدها بشويه كنت واقف جنب لين مياو وهي على السرير وبقدم ليها بقي ورد وبوست خدها بكل حنيه، وعيني كانت مبينه حب كبير قوي ليها. قلت لها يا حاجه انت بطله وعملتي كل اللي عليك وزياده. يا مياو ياو منظر سعادتنا ده كان زي السكينه اللي قطعت
قلب بينج بينج ما كانش قدامها غير ان هي تستخبى في الضلمه زي الفار اللي مستخبي في مجاري، وهي بتبص من بعيد على سعاده غيرها وهي خارجه ماشيه على الرصيف. حست ان الموقف ده متكرر وشافته قبل كده زمان قوي لما قابلتها اول مره. كنا بنتمشى على نفس الرصيف ده بالظبط. وقتها كنت بشيل عنها كل الشنط وبسالها بكل اهتمام انت جعانه ولا سعانه. هي وقتها كانت فرحانه كمان مش كده، بس ليه ما عرفتش تحافظ على النعمه اللي كانت في ايديها، وليه كانت واثقه بزياده وغرور ان عمري ما هسيبها وامشي.